بسم الله. واو على تحليه هذه زعما صراحه مهلبيه مع املو لا تقاوم. واو على قد ما هي سهله بسيطه واقتصاديه، ولكن النتيجه ديالها كترجعك لشي ايامات. يا سلام، وضروري خاصكم تجربوها. اول حاجه في واحد الكاسرونه غادي نعمل 5 المعالق كبارين د مايزينا. 1 2 3 4 غنعمل غير 4 المعالق كبارين د مايزينا. نعملوا السكر غنعمل 6 معالق كبارين د السكر. الا بغيتوها ما تجيش حلوه معكم بزاف عملوا 10 المعالق. 2 3 4 5 6. حركوا هاد المكونات مع بعضهم شويه مزيان. غنزيدوا يطروا الحليب. ها نص لتر الاوليه، ها نص لتر الثانيه. حركوا ديك المكونات كامله مزيان. سبيسيال كيما الزأس. تفضلوا. زيدوا 4 معالق كبارين د ماء ماء الزهر ونشعلوا عليهم بوطه ونبقاو كنحركوا حتى تقال مزيان. طبعا نبقاو كنحركوا على نار متوسطه باش ما تزربش علينا وتحرق من القاع، حيت الا تحرقت وعطات ديك نسمه الحريق فراه الله يخلف هاد لتر الحليب. زعما هاد الماء كيعطي واحد النسيمه. كيف ما كتشوفوا بدات كتقال، هي تقالت معنا لاباراي ديالنا صافي. دابا فاش تقالت فيو عليها بوطه. خصو يبقى القوام ديالها غير بحال هيدا باش كتجي خفيفه ما كتجيش ثقيله بزاف. دابا نحيدوها فوق بوطه ونخويوها في لي فيغين ديالنا بهذا الشكل هذا. ودابا نخليهم حتى يبردوا مزيان على برا حتى ما يبقاش يضربوا هذا يطلع منهم. ديك الساعه ندخلوهم الثلاجه ونخليهم حتى يبردوا مزيان، وديك الساعه كيكونوا واجدين طبعا باش نلتهموهم. وهذه هي المهلبيه ديالنا من بعد ما بردت. غادي نزيد املو من الفوق بهذا الشكل هذا. املو كيجي معاها يا سلام. وهكذا كنكونوا وجدنا المهلبيه ديالنا. وهذه هي المهلبيه ديالنا من بعد ما وجدت كتجينا بهذا الشكل هذا. كتجي يا سلام ما تشبعوش منها.